مساء الخير عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. جبت لكم اليوم طبق شهي بزاف بزاف وبنين بزاف، اللي هو جبت لكم الفلفلة معمرة، يعني كي يقولها الطرشي، تجي معمرة يعني بحشو اقتصادي وشباب وبنين. اروحوا نشوفوا كيفاش نحضره. اول حاجة هنايا نجيبو تقريبا واحد 4 حبات هكا تاع بصل يكونوا صغار، هنايا باش الحشو تاعكم يجي زاكي. هنايا تقدروا ديروا غير حبة تاع بصل ولا على حسب الحشو اللي عندكم. المهم انا درت كمية مليحة تاع بصل، وزدت هنايا 4 ولا 5 فصوص تاع الثوم ونرحيهم شوية، تقدروا تقطعوهم غير فتات فتات. المهم من بعد انا مرحيتهم في مقلة، نجيب شوية تاع الزيت ونفرغ هذاك البصل مع الثوم ونخليه يتقلى مليح حتى يذبل. هنا يزيدها شوية تاع الملح باش البصل يذبل بالخف، يعني باش ما يديلكمش وقت كبير. انايا بعد ما نخلي هذاك البصل يذبل مليح، نجيب هنايا البولي اشي اللي هو الدجاج مطحون. انايا تقريبا كانت عندي واحد 50 الف هكا تاع دجاج. على قلت لكم تكثروا البصل باش يجيكم الحشو يجي زاكي. هنا نخلطوا مليح هذاك الدجاج مع البصل، وهنا نزيدوا لي زيبيس. انا كنت ديجا دايره الملح، انايا شويه تاع الحرور وكركم وسكنجبير، ونخلطو مليح هكا بالفرشيطه نمرسوه باش ما يديرناش كويرات. وانا من بعد ذوقوا لا خاصكم الملح ديروا، انا درت في الاول حتى من بعد كي بردت وكاع كي ذقتها كان خاصني شويه ملح، زدت لها غير شويه. انا كي طيبوا ذوقوا ما عليها والو. هنايا من بعد زدت انايا شويه تاع المعدنوس، تبغوا ديروه طازج يعني يكون جديد فخي، ولا انا درتو في الكونجيلاتور. هنايا غير نزيدو المعدنوس نطفو عليه. انايا كانت عندي هنا فلفله كنت شويتها نقيتها. هنايا بكري كنا نديرو هكا حبه كامله ونعمروها، يعني لازم لكم حشو بزاف. انايا درت كي شويتها ونقيتها، هذيك الحبه تاع الفلفله نقسموها على زوج كيما راكم تشوفوا، ونحطو فيها لافارس، ونديرو شويه تاع الفرماج اللي عندكم رابي، ونعاودو ندوروها كيما راكم تشوفوا كيما هكا، ونحطوها في البلا يكونوا دايرينها بالزيت ولا شويه تاع زبده، ونزيد فوقها الحبات اللي عندنا. فيما يخص الفرماج انا اللي عندها كميه قليله تقدروا ديروا فرماج تاع المثلثات ولا نديروا مع الحشو، ولا هذا الفرماج غابي نقدروا نديروا مع الحشو وما نديروش الداخل على حساب لا كونتيتي اللي عندكم تاع الفرماج. انا كانت عندي شويه 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 درتها هنايا في لافارس، واللي بقات لي درتها من بعد كي نديروها كاع فوق الفلفله من الفوق. المهم كاع هكا ديك الحبه ونقسمها على زوج ونكور يعني ندورهم نروليهم حتى نكمل كاع هذيك الكميه اللي عندي. كملوا الحشو مع الفلفله. شوفوا هكا ستفتها كاع في البلا. قلت لكم كنت دهنتها بشويه تاع الزيت. انايا كي كملت كاع نخليه جانبا نروحو نصنعو لاصوص طوماط. لاصوص طوماط نجيب مقله ندير فيها واحد 2 مغارف كبار تاع الزيت، ونحط معاها مغرف كبيره تاع طماطم مصبره اللي الطوماط كونسونطري، ونقليها هكا مليح في داك الزيت باش لاصوص طوماط تجيكم بنينه. جبت انا 2 حبات تاع طوماطيس يكونوا مرابيين مع 2 فصوص تاع الثوم، ديروا 2 ولا 3 على حسب ما تبغوا الثوم، ونقلي مليح هذيك الطوماطيس مع يعني الطوماطيس تاع الحبه مع الطوماطيس تاع هذيك الكونسونطري، نقليها مليح. زدت معاها شويه تاع المعدنوس اختياري، ومن بعد ندير التوابل عندها غير الملح والحرور هذا ماكان، وزيد لها مغرفه صغيره تاع السكر باش تقلع لنا هذيك الحموضيه لاسيديتي تاع الطوماطيس. هكا غير شويه مغرفه صغيره ما تعمروهاش بزاف. ومن بعد نزيد هنا شويه تاع الماء ونخليها حتى تغلي. انايا الماء من بعد زدت شويه، يعني تقريبا نديرو كاس ونص تاع الماء وخلوها حتى تغلي. كي تغلي ما هكا واحد تقريبا واحد 2 دقائق ولا نطفو عليها لقد تكون هكا شويه ميها، ونفرخها فوق هذيك الفلفله كيما هكا، فرخها كاع مليح هكا باش هذيك الفلفله طيب لنا في ديك لاصوص طوماط. ما ديروش الفلفله هكا كطيبوها، لانه راكم عارفين بلي الفلفله غير شويناها ماهيش طايبه، يعني قلعنا لها غير القشره بصح راهي هكا تحسوها بلي تتغزغز يعني خضره. هنايا نديرو المغرف ندخلو كاع ديك لاصوص بيناتهم. قلت لكم داك الفرماج اللي كان باقي لي
زدته بالفوق. انا قلت لكم اي فرماج تخدموا به، ما عندكمش ما ديروش عادي. المهم وندخلوها في الكوشه، نشعلوا عليها من تحت ونخلوها طيب في غرضها تقريبا واحد نص ساعه هكاك. كي طيب مليح ويدخل هذاك الطياب ديك الفلفله الطيب، نشعلوها عليها من الفوق كيما راكم تشوفوا. يعني نشعلها غير من تحت. شوفوا ديك لاصوص كي تكون هكا عاقده ما توليش غير الماء، ما تجروهاش، خلوها تعقد مليح. ومن بعد تشعلوا عليها من الفوق قد ما يذوب لكم ذاك الفرماج. انايا بعد ما طابت وبردت شويه، هنا راني نحط فيها في الطبق التقديم. وانايا اللي ما يبغيش لاصوص بزاف يخليها حتى تنشف. هنايا في الدار يبغوا هكا لاصوص باش نغمسو. هنايا الا كانت عندكم كميه تاع فلفله قليله تقدروا تقلوا معاها شويه تاع البطاطا وترافقوها بها. ديروا البطاطا صاير داير ونحطوا ديك الفلفله، سورتو اللي يكون عندهم يعني العائله كبيره ما شاء الله. قلت لكم نزيدوا شويه تاع البطاطا وسقوها بهذيك ديك لاصوص، تجيكم بنينه بزاف والمذاق تاعها ولا اروع. سورتو كي تخدموها كفرماج يكون بنين. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، ديروها للفطور ولا للعشاء، يعني تدبيره من تدابير. انا كل يوم نخمم واش نديرو فطور واش نديرو عشاء. هذه هي، ما نطولش عليكم، بقى لي غير نقول لكم نلتقي في فيديو اخر وفي وصفه اخرى ان شاء الله. سلام، تهلاو في رواحكم.